السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بجماهير الكرة المصرية. أيوة، أنا أقصد وبتكلم على جماهير الكرة المصرية. ليه؟ لأن الفيديو بتاعنا النهاردة مقسوم لجزئين. جزء يخص جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك، وجزء يخص النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. الجزء اللي يخص جماهير نادي الزمالك هو تصريحات او من الاخر كده تصريح طلع بيه الاستاذ حسام المندوه، في تصريح غريب الشكل واللون والطعم والريحة وكل حاجة. والجزء الثاني يخص جماهير نادي الاهلي، وهو قدوم المدرب الجديد ياس سروب او ياس تروب او ياس بروب، اي حاجه انتوا عايزينها بقى، لان الواحد زهق من الاسم ده. وانا مش عارف ليه دايما بيجيبوا لنا اسامي صعبه كده، بس يلا مش مشكله، كان في قبله ريبيرو وكولر وكلام من ده. بس خلونا نبدا دلوقتي بالحاجات او التصريح اللي يخص نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بتاع الاستاذ حسام المندوه. لان للاسف وقبل ما اتكلم في اي شيء، يا ريت تدعمونا وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه لو مش مشترك، عشان يوصلكم كل جديد. وللاسف تصريح طلع بيه الاستاذ حسام المندوه، تصريح غريب الشكل وما يطلعش من اي حد، من اي حد في نادي الزمالك، او من اي حد صغير حتى في نادي الزمالك. للاسف انا بقول كده والله العظيم. وللاسف التصريح ده من امين صندوق نادي الزمالك الاستاذ حسام المندوه. قال ايه في التصريح اللي قاله؟ قال لك احنا مسكنا نادي الزمالك وهو مريض، ودلوقتي المريض بيموت. تصريح قمة في الولا حاجة، قمة في الولا حاجة، وبيدين كل واحد داخل نادي الزمالك. حرفيا التصريح ده إدانة لمجلس إدارة الزمالك كله يا أستاذ حسام. يعني ما ينفعش تصريح زي ده يطلع من امين صندوق نادي الزمالك على الاطلاق، على الاطلاق، اقسم بالله. وبعدين انا عايز افهم حاجه. لما انت بتقول ان انتوا مسكتوا نادي الزمالك وهو عيان او وهو مريض ودلوقتي بيموت، طب ايه بقى؟ يعني انت عارف من البدايه اهو، انا معاك واحده واحده، انت من البدايه اهو عارف ان نادي الزمالك مريض زي ما انت بتقول، ده كلامك انت. فين بقى؟ فين الكلام وفين الشغل؟ فين المحاليل؟ فين العلاج؟ فين الاشعاعات؟ فين الشغل بتاع مجلس الاداره؟ انت كده بتدين نفسك يا حبيبي وبتدين مجلس ادارتك. انت كده بترمي ايه ده؟ انت بترمي نفسك وبترمي مجلس الاداره كله في النار. انت بتقول للجمهور احنا فشلنا، او احنا فشله، ما عرفناش نعالج المريض. يعني انا مش فاهم ازاي ده طريق تصريح يطلع من مسؤول في نادي الزمالك. لا، ومش اي مسؤول، ده امين الصندوق، امين صندوق نادي الزمالك. وبجد بجد انا واحد من الناس، انا والله اهلاوي، بس انا بتكلم في الصح وفي الغلط، في اللي ليا وفي اللي عليا. ونادي الزمالك دلوقتي بيقع، ونادي الزمالك لو وقع مش هيبقى فيه كوره في مصر. والله العظيم ما هيبقى فيه كوره في مصر. اقسم لكم بالله امتع ماتش في الدوري المصري هو ماتش الاهلي والزمالك، على الدغري، عشان نبقى واضحين مع بعض، وعشان نبقى صادقين وبنتكلم بصدق. اعلى ماتش في الدوري هو ماتش الاهلي والزمالك. ما تقوليش بقى لا بيراميدز ولا مصري ولا جماهيري ولا مش جماهيري، هو ماتش القمه ما بين الاهلي والزمالك، وهيفضل ماتش القمه ما بين الاهلي والزمالك فقط. فانا من وجهه نظري التي ليس لها قيمه بالنسبه لجمهور الزمالك طبعا، ان مفيش حل قدام نادي الزمالك غير عوده ارض اكتوبر اللي اتاخدت منهم. وده طبعا حاجه شبه مستحيله، لان في للاسف تحقيقات في النيابه العامه دلوقتي تخص نادي الزمالك. فطبعا طول ما التحقيقات شغاله مفيش حاجه هترجع، بس هو ده المنفذ الوحيد، ولازم نادي الزمالك يرجع. والله العظيم بتكلم من هنا، والله نادي الزمالك لازم يرجع. نادي الزمالك لازم يقف على رجله، لان هو القطب الثاني للكره المصريه في مصر. ما ينفعش يبقى في قطب واحد يا جدعان، والله العظيم ما ينفع. فلازم كلنا نتفق ونتحد على ان احنا ممكن نحفل على بعض، ممكن نهزر مع بعض، ممكن نخش مع بعض في مناقشات. لا ده انا فرقتي احسن منك، لا ده الاهلي بطل الدوري، لا ده الاهلي نادي القرن، لا ده انا احسن قلعه ده كله كلام مناقشات وكلام جميل قوي بنناقش بيه بعض. بس فكره ان فرقه من الاتنين تقع، الكره المصريه كلها وقعت. الكره المصريه كلها وقعت بما فيهم
منتخب مصر. نخش بقى على الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا، وهو ياس سروب والمؤتمر الصحفي الجميل جدا اللي اتعمل له. والراجل اول ما دخل ارض الملعب كده فكرنا بالله يمسيه بالخير كولر. وبالمناسبه يا جماعه، كولر ده والله العظيم مدير فني محترم جدا، انه لسه لحد دلوقتي بيتابع مصر والكره المصريه، وبيتابع النادي الاهلي، ورفع تهنئه لمنتخب مصر بصعودهم لكاس العالم. بجد بجد مدير فني محترم جدا جدا. فوالله يا جدو انت وحشتنا جدا. فالراجل دخل عمل نفس الحركه اول ما دخل ملعب مختار التتش، وطى على الارض كده وجس الارضيه كده، شافها ناشفه ولا لا، وشاف منسوب النجيله عامل ايه، عالي ولا واطي ولا الدنيا ماشيه ازاي. فتحسه كاريزما كده، راح مدير فني طويل كده واقرع وبدله فتحس اللي هو ان هو يعني في حاجه، يعني في حاجه حلوه في يستروب. يستروب بقى ولا يستروب مش مهم، مش موضوعنا. فمؤتمر صحفي على مستوى عالي. قبل كده كان عندنا ريبيرو تحسه كده في كلامه في كل المؤتمرات وفي كل التصريحات اللي ادلى بيها مفيش اي حاجه، يعني مش عايز يوعد الناس باي حاجه. تحس ان هو مش جاي يوعد بحاجه. انا ان شاء الله ممكن ربنا يسهل ان شاء الله ونعمل اللي علينا وربنا يكرمنا بالفوز، لا ان شاء الله كده اللي هيتمرن كويس هيشارك. ما تحس ان هو نايم في نفسه كده، مفيش يعني. الراجل بسم الله ما شاء الله، انا اتفرجت على المؤتمر الصحفي كله، تصريحات رهيبه. اتسال في كذا سؤال، قال لك انا عارف الضغط الاعلامي اللي انا هتحط تحتيه، وانا عارف الضغط الاعلامي او الجماهيري انا اسف اللي انا هتحط جواه، وانا عارف ان جمهور الاهلي ما بيقبلش غير بالفوز، وانا جاي عشان افوز. الناس دي من حقها ان هي تتمنى لفريقها الفوز، ومن حقها تتمسك بكل فوز، بكل مباراه في فوز، او من حقهم ان هم يتمنوا او يبقوا عايزين كل مباراه الاهلي يلعبها يفوز فيها. الراجل ما استغربش خالص فكره ان الاهلي او جماهير الاهلي لا تكبر الا بالفوز. قال لك حقهم وانا جاي هنا عشان كده. وقال كمان حاجه جميله جدا وثقته بنفسه عجبتني قوي، اللي هو انا اتفرجت على ماتشات الاهلي في كاس العالم للانديه، وشفت ان الاهلي لعب بشكل كويس مش بشكل سيء، وكان عندهم طموح عايزين يحققوه ما عرفوش يحققوه، وانا جاي قال كده، قال انا جاي عشان اخليهم يحققوا الطموح اللي ما عرفوش يحققوه كاس العالم اللي فات. فبجد بجد مدير فني على مستوى كبير، عنده فكر كبير جدا 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 جدا. وعلى فكره هو عايز اقول لك على حاجه كده صغيره فيه، انا ممكن تكون ما عجبتنيش برضو انا شخصيا، بس في الاول وفي الاخر احنا اللي يهمنا او اللي يهم نادينا الفوز. الفوز، مع اني بحب الكره الحلوه وبحب اتفرج على لعب كره حلوه، بس برضو هنشوف الدنيا هتمشي ازاي مع يسرب. هو راجل عامه ما بيحبش يعتمد على التيكي تاكا، يعني فكره الشغل على الضيق دوت وضيق المساحات والعب وانتو هات وخد وهات والكلام دوت، لا هو ما بيحبش الحته دي قوي. هو بيدور على اسهل طريقه واسهل مخرج او اسهل حاجه توديه للمرمى عشان يسجل هدف. هو برضو عايز اقول لك على حاجه كمان، مش ما يهموش خالص فكره ان يكون عنده 2 سرد باكات مهاريين. هو اهم حاجه عنده ال2 السرد باكات دول يكونوا بيطلعوا الكره من رجلهم بشكل حلو، ما بيعملوش ميس باص من الاخر، يعني ما عندهمش ميس باص، يكونوا بيعرفوا يستلموا الكره ويسلموها صح. هو عايز ال2 السرد باكات كده، يستلم صح ويسلم صح. وكمان عنده فكره حلوه قوي، فكره ان هو بيحب يشتت دفاعات الخصوم اللي بتلعب معاه، يعني دايما بيحب يشتت الدفاعات بتاعه الخصوم، يعني يخلي بطريقه تحركات من غير كوره، تحركات من غير كوره دي بتشتت اي منافس. فهو بيحب الطريقه دي برضو قوي، وزي ما قلت لك بيدور على اسهل طريق يوصل بيه لمرمى المنافس ويسجل اهداف، وهذا هو المطلوب اثباته حاليا. هذا هو المطلوب اثباته، حتى لو لعب بهذه الطريقه لحد ما يدرس الفريق ويحفظ اللعيبه كويس، فده شيء جيد جدا جدا جدا. وبالمناسبه الراجل ده مهاجم وبيحب الطريقه الهجوميه جدا، وطبعا لعب مع الكابتن ابو الدهب والكابتن عبد الستار صبري اللي لم تخوني الذاكره في فتره احترافهم في الدنمارك، كان بيلعب معاهم في فريق واحد، كان ساعتها هو لاعب كوره. فان شاء الله بالتوفيق ليسرب، وبالتوفيق لنادي الزمالك باذن الله برضو، ويعود احسن من الاول، لان هو لازم الزمالك يعود، لان هو القطب الثاني في مصر،
والقطب الثاني في الكره المصريه، ومن غير الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي مش هيبقى في كره في مصر، والله صدقوني مش هيبقى في كره في مصر. فمن مصلحتنا كلنا ان نادي الزمالك يرجع يقف تاني على رجله. وشكرا ليكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.